السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الطبخ فاطمة كويزين. اليوم غادي نحضروا حلوة الطبقات بشكل صابلي، حلوة تذوب في الفم، مكونات بسيطة، وهذه الحلوة تقطع كمية كبيرة. وحضرنا هذا الكاطو فقط بالزيت. وما تنسوش اخواتي، اذا عجبتكم الوصفة ديروا لي جيم وخلوا لي تعليق تحت الفيديو. والان سنمر مباشرة الى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو 200 غرام نتاع سكر، كوب الذي يزن 250 ملل تاع ماء غير مملوء. في الوصفة الأصلية نستعمل عادة 250 غرام، لكن المربى اللي غادي نستعمله حلو بزاف، لذلك نقص شوية سكر. هنا عندي الزيت 180 ملل، بالتقريب 3/4 كوب او اكثر بشويه 3/4 كوب. عندي ملعقه صغيره خميره الحلوى او كيس واحد، ملعقه صغيره سكر فانيلا او كيس واحد، 3 بيض، ونحتاج بالتقريب 500 غرام تاع فرينه تكون مغربله، يمكن تزيدوا ولا تنقصوا على حسب النوعيه نتاعها. هنايا في الاناء وضعت البيض، اضفت ايضا قرصه تاع ملح ما تكرتهاش مع المكونات، سكر فانيلا والسكر. غادي نضربوا مليح هاد المكونات جيدا حتى نتحصلوا على خليط يكون كريمي، اما بالضراب الكهربائي العادي ولا فقط بواسطه ان فوي. ولا استعملتوا ان فوي وعييتوا تقدروا تستنوا شويه، تحبسوا وتعاودوا ترجعوا تخلطوا حتى تتحصلوا على خليط كريمي والسكر يكون داب. بعد تزيدوا الزيت وتخلطوا. من بعد هنايا كملت فقط بواسطه اليد، يعني نحتاج فقط الخليط الاول يكون كريمي باش هكا الكاطو يجيكم هش وبنين بزاف. هذه العمليه نستعملها في جميع الحلويات. من بعد هنا اضفت كميه نتاع فرينه وفوقها زدت شويه خميره الحلوى. نخلطوا مليح هاد المكونات حتى يتجانس الخليط. من بعد نقعدوا نزيدوا الفرينه ونجمعوا العجينه، وفي الاخير نتحصلوا على عجينه تكون طريه ماشي تتلاصق وايضا ماشي يابسه. لو كانت تكون يابسه غادي تتكسر لكم كي تورقوها، لو كانت تتلاصق غادي تغبنكم بزاف. هنايا راني نزيد في الفرينه، يعني هذا هو القوام المطلوب اللي نتحصلوا عليها. وهنايا 500 غرام فرينه اللي وزنتها ما استعملتهاش كامل، بقى لي شويه منها. بعد هنا فوق طاوله العمل وضعت الفرينه، ومن بعد عدلت مليح العجينه نتاعي. وغادي الان نقسموها الى 3 حصص، اما عينكم ميزانكم ولا استعانه بالميزان. هذا البلاطو مقياس نتاعه 20 سنتيمتر على 30 سنتيمتر هو اللي غادي ندير فيه التركيب. وضعت له شويه فرينه. غادي ناخذ القطعه الاولى ونورقوها على سمك 5 ولا 4 ملم، المهم تغطي جميع البلاطو. بعد نلفوها في الوراق ونوضعوها بالعقل في البلاطو، ولازم تسرعوا في الخدمه باش العجينه ما تتكسر لكمش. غادي الان تعادلوها، تقلعوا هذاك العجينه الزائده. ومن بعد هنايا غادي نوضعوا طبقه نتاع مربى. وضعت مربى نتاع المشماش، تقدروا توضعوا اي مربى اخر، لكن هذه الوصفه معروفه كثيرا بمربى نتاع المشماش. وكما لاحظتوا هذوك اللي شيتوا ولا البقايا خلطتهم مع العجينه الثانيه، ومن بعد زدت ثاني ورقتها وعطيتها كما نقولوا حجم كبير يغطي جميع المربى. غادي الان نوضعوا شويه فرينه، هذه الفرينه اللي راكم تشوفوا فيها، باش من بعد العجينه ما تلصقش مع بعضها البعض كي تلفوها في الوراق. وبعد ترفدوها بالعقل وتغطوا بها جميع المربى. وهنا ثاني غادي تنزعوا هذاك الزائد نتاع العجينه، يعني هذه الوصفه شفتوها معايا من قبل لذلك راني نسرع في التقديم. من بعد هنايا غادي نوضعوا المربى وغادي نوزعوه على جميع المساحه كما راكم تلاحظوا. ونشرع ايضا في الطبقه الثالثه نفس الشيء، البقايا نوضعهم مع العجينه ونورقوها مع بعض باش في الاخير ما يتبقى لناش بزاف عجينه زائده. هنا نفس الشيء ايضا نورقوها مليح. ودائما هذه الطبقه حاذروا باش تكون مليحه من الفوق، يعني ما تكونش مكسره. نفس الشيء لازم توضعوا فيها شويه فرينه باش من بعد كي تجوا هكا تحطوها ما تلصق لكمش مع بعضها البعض. هنايا غادي نعدلوها جيدا. غادي ننزعوا هذيك العجينه الزائده. ومن بعد هذيك العجينه الزائده دوك تشوفوا من بعد اش درت بها، يعني هذه ثاني ما نرميوهاش، نقدروا نحضروا بها وصفه اخرى. هنايا بعد ما تعدلوها اش غادي نديروا، هذيك المساحه العلويه لازم تقبوها بالشوكه. علاش؟ باش بدل كي طيبوها ما تنفخ لكمش في الوسط. حتى لو كانت تفخت لكم في الوسط تقدروا في نص طياب تخرجوا البلاطو وتعاودوا تقبوها بالشوكه. غادي نسخنوا الفرن على درجه الحراره العاديه 180 درجه مئويه، ما يعادل 350 درجه فرنهايت. نوضعوا البلاطو في وسط الفرن ونخلوها حتى تتحمر لنا. بعد هنايا العجينه الزائده، هنايا حولتها الى حربوش وورقتها ثاني رقيق. هذه الوصفه ثاني شفتوها معايا من قبل. كاننا غادي نصنعوا رولي
بالعجينه. هنايا وضعت مربى نتاع الفراوله، تقدروا توضعوا مربى تاع المشمش ولا اي مربى اخر، ومن بعد غادي تلفوها مع بعض وتصنعوا حربوش مثل ما نعملوا في الكاطو غولي. بعد هذه العجينه وضعتها في البلاطو وطيبتها عادي، ومن بعد قطعتها الى شرائح مثل الكروكي. يعني كما قلت لكم العجينه المتبقيه ما ترميوهاش. هنايا بعد ما الكاطو تحمر لي وهو ساخن توضعوا الشيكولا. هذا زعما السر باش الشيكولا تجيكم مليح فوق الطبقه هذه، وتكون عندها فقط طبقه رقيقه باش ما تكثروش بزاف شوكولا. هنا الكميه تاع الشوكولا استعملت 100 غرام ولا اون طابله دو شوكولا، ذوبتها في حمام مائي واضفت لها مكسرات. يعني الاضافه تاع المكسرات اختياريه على حسب الذوق نتاعكم، اما كاوكاو ولا لوز يكون مطحون خشن ومحمص، وتوضعوها في الطبقه العلويه. كما قلت لكم بلاطو راه ساخن والشوكولا راها دايبه، وتوزعوها جيدا على جميع المساحه. كي تكون هكا الشوكولا دايبه والبلاطو ساخن والكاطو عفوا يكون ساخن، هذيك الشوكولا ما يكونش عندها الوقت باش تتماسك، يعني تقعد لكم هكا جاريه وتقدروا توزعوها. نخلوا الان الكاطو تاعنا يرتاح حتى ينشف مليح. انا خليته حتى الغدوه، من بعد قطعته الى مربعات. العفسه تاع هذاك الكاطو تاع الصابلي هنايا كل مربع من الفوق غادي تثقبوه بهاد لادوي، اما تستعملوا ان دوي دائريه ولا تستعملوا طابع اخر مربع ولا على شكل قلب، يعني الشكل يساعدكم. وهنا ثاني ملاحظه مهمه، هذا الكاطو يجي هش بزاف، ما تضغطوش عليه بقوه، يعني غير بالعقل وتثقبوه هكاك. وهذا التوك تقدروا تعمروه مربى ولا لاغاناش، ولا استعملتوا لاغاناش استعملوا الشوكولا البيضاء باش هكا الالوان يجوا مختلفين والكاطو تاعكم يجي المظهر تاعه شباب. هنايا بعد هنا ما تقبتهم كامل غادي نوضع هنايا لا جولي ولا ناباج تاع الصفرجل اللي شفتوه معايا من قبل. تقدروا توضعوا ايضا مربى كما قلت لكم، ولا توضعوا الشوكولا تكون دايبه، ولا تذوبوها مع شويه نتاع كريمه وتعمروا بها داك الثقب، يعني شكل جديد وايضا الشكل يجي جميل. هذا هو الشكل النهائي نتاعها. كما راكم تشوفوا الطبقه اللي في الوسط طابت. كاين بزاف الاخوات اللي يقول لك ما يطيبناش، هي غير يعطوا لها الوقت، ولازم هذيك الطبقه ولا كاع الطبقات يكونوا رقاق، ما لازمش تخشنوهم. لو كان يكونوا هكا خاشنين تمك يمكن ما يطيب لكمش مليح. هنا غادي نفتح لكم واحده وتشوفوا القوام تاعها يجي هش كثيرا وبنين بزاف. وصلنا الى نهايه الوصفه نتاع اليوم، وان شاء الله تكون عجبتكم، ونقول لكم مع السلامه والى فيديو جديد إن شاء الله.